يا مساء الجمال على كل الناس. النهارده معانا فيلم مش معمول للعيال الصغيرة، يعني لو سنك أقل من 18 سنة بلاش تشوف الفيلم لأنه مليان إثارة ورومانسية وحب. وأنا كده حذرتك وعملت اللي عليا. يلا هات كوباية الشاي المتينة وخليك معايا يا معلم. بتبدأ الحكاية مع شاب اسمه جونسون، وهو بيلف بالعربية بتاعته مع صاحبه، وكان كله كلامهم عن الستات والمتعة. وقتها صاحبه ما قدرش يتحكم في أعصابه وبدأ يسخن، وشاور له على بنت جميلة اسمها مادلين وصاحبتها روز، لأنه عاوز يفرح بيه ويوجعه في واحدة يعيش حياته معاها. وقتها جوسن لما شاف الحلوة مادلين كان هيتجنن من جمالها وأنوثتها الطاغية. بنت يا معلم عود فرنساوي طحن زي ما انتوا شايفين، ومشى تتدلع زي الغزال، حاجة كده فاخر من الآخر. ومن كتر ما بيسرح فيها نسي نفسه إن هو سايق العربية اللي حدفت منه ودخل عكس الطريق، وفي آخر لحظة بيفادي عربية تانية، لكن المعلم لبس في حنفية حريق والبنات ضحكوا عليه. بعد كده بيرجع البيت ودمه بيغلي، مش من الخوف يا معلم، ده من الرغبة، لأن البنت الحلوة مادلين كلت دماغه والشيطان بدأ يسيطر عليه، وهرموناته يا معلم بدأت تضرب في العالي. وعلشان يهدي نفسه شوية شغل مزيكا ومسك مجلة صورها كلها ملط، وبدأ يسرح مع الصور اللي شافها، وتخيل صور البنات الموجودة في المجلة موجودة معاه. فجأة ومرة واحدة بيسمع صوت موتوسيكل، ولما بص من الشباك يا معلم لمح جاره الجديد يوجن لسه واصل المنطقة، وفضل يلف بالموتوسيكل بتاعه يمين وشمال لحد ما خبرته عربية فيها بنت جميلة اسمها بوني ومعاها صاحبها كيني. والحلوة بوني اطمنت عليه وسابته ومشت، لكن وقتها أهلها اللي شافوا الحادثة لاحظوا إن الجار الجديد عيل سيس وما يستاهلش. وجوسن يا معلم كان شايف اللي حصل ده كله، فنزل راح عند جين وهو بيصلح الموتوسيكل بتاعه، وبدأ يتعرفوا على بعض هما الاتنين. بعد كده جين بيسأله بصياعة ويقول له مفيش مكان هنا الواحد يروق فيه على روحه، وبنعرف ان جين ملوش في جو المذاكره يا معلم، وواضح كده ان هو هيفتح لجوسن ابواب المتعه اللي بيحلم بيها. بعد كده جين بيبدا يحكي لجوسن عن بطولاته مع البنات، وعرفه ان هو اتطرد من المدرسه يا معلم علشان اتمسك وهو معاه بنتين بيروق عليهم، واهل البنتين قلبوا الدنيا ودمروا حياته علشان كده طردوه من المدرسه. بعد كده بيبص لوش جوسن المصدوم وبيفهم ان جوسن لسه خام وما يعرفش حاجه في عالم النسوان. وساعتها جوسن بيحترف له ان عينه من البنت الحلوه مادلين وهيموت عليها، لكن هي مش مهتميه بيه ولا شايفاه. وعشان يفكوا هما الاتنين يا معلم راح المولد، وهناك بيقابلوا مادلين وروز ومعاهم بوني واقفين بيبيعوا بوسات للشباب. ساعتها جوسن حظه بيضرب وخد بوسه من الحلوه روز، لكن جين الداهيه بيوجع مادلين في فخ بوسه سخنه. وقتها جوسن يا معلم كان هيموت من الغيره، فبيطلع جين فلوس تانية، والمره دي يا معلم راح بس الحلوه بوني بوسه حاميه كلها اغراء لدرجه ان عينيها بتفضل متعلقه بيه، وصاحبها كيني واقف جنبها. بعد كده وهم راجعين يا معلم جين قرر يدي جوسن درس خصوصي في الاغراء علشان عاوز يكون واد مدردح شويه بدل الخيبه اللي هو فيها. وجين قال له لو فضلت كده وما غيرتش من نفسك هتعفن وهتبقى عيل نيرد. تاني يوم الصبح يا صاحبي بيروحوا المدرسه بالمكنه، واول درس كان ازاي جوسن يبص لمادلين بنظرات رغبه من غير ما يبان ان هو محروم، ونصح ان هو يغير لبسه المعفن والجنز بتاع العمال اللي هو لابسه وينضف ويهتم بنفسه شويه ويحاول يروق على حاله لان كل البنات بتحب كده. وبدأ جين يعلمه ازاي يقف وقفة فيها كاريزما. بعد كده في الفصل يا معلم بنشوف جيسون وعينيه مش راضية تنزل من على مادلين. ساعتها جين بيوجع القلم بتاعه وبيمثل ان هو بيجيبه علشان يدي فرصة لجيسون يبص بصة بعينيه حراقة تحت جيبة الحلوة مادلين. وساعتها يا معلم عينك ما تشوفش غير النور. جيسون شاف لبس مادلين اللي مبين كل التفاصيل، وقتها الغريزة بتاعته بتضرب في العالي وبدأ يسرح بخياله في حاجات ما ينفعش نقولها. لكن فجأة مرة واحدة المدرسة شافته وطلبت منه يجاوب على السؤال، وجيسون بالفعل وقف، وكل الطلاب يا معلم بتلاحظ الإثارة الواضحة عليه وكلهم ضحكوا عليه. بعد الحصة ما خلصت يا معلم الصحاب بدأوا يخططوا عشان يوقعوا مادلين في الفخ اللي عاملينه، وجيسون وهو راكب الموتوسيكل يا معلم عجله بدأ يسرح في تفاصيل جسمها، علشان كده اتشتت ولبس في عربية مكرونة. علشان كده مادلين قلبها بيوجعها وبتبدأ تمسح الدم من وشه بحنية، وطبعا الولا ما تحملش القرب ولا ريحتها الجميله اللي تدوخ، علشان كده بدأ يتهور وبيمد ايده وبيلمس حاجه كده ما نقدرش نقولها. وقتها البنت بتتصدم وما كانتش مصدقه، راحت سألته بتعمل ايه. راح جوسن اتوتر جدا واعتذر ليها وعمل نفسه ان هو فاقد الوعي ومش دريان بالحاجه اللي بيمسكها، وبدأ يتحجج ان هو دايخ وبيلوش اي حاجه وخلاص علشان يطلع من المطب اللي هو فيه. بعدها يا معلم بيقعد مع جين في المطعم وبيعرفه اللي حصل، وجين بيلمح البنت الجميلة بوني فصمم ان هو يفتح كلام معاها عشان يعرف منها لسه مرتبطة بكيني ولا لا. في نفس الوقت يا معلم البنت روز الشغالة بتبدأ تلاغي جوسن وتتدلع عليه شوية. فجأة مرة واحدة مادين بتروح عنده عشان تطمن عليه وبتعزم جين على السينما وكمان بتديله رقمها. وقتها جوسن دمه بيغلي
وافتكر ان صاحبه خلاص غدر بيه، لكن وقتها جين بيطمنه وعرفه ان مادلين ما تلزموش، وقال له انا عيني من بني، وطلب منه يعزمها عشان يخرجوا هما الاربعه مع بعض. وفي السينما يا معلم الاجواء كلها بتشعلل، والحلوه مادلين بدات تعاكس جين وقربت منه ومسكت رجله بجراءه، وبعدها بست بوسه حاميه. وقتها جوسن كان قاعد على نار وبياكل في نفسه، وقتها الحلوه بوني افتكرت ان هو خايف من احداث الفيلم، فقربت منه هي كمان وبدات تبوسه عشان تهديه. ساعتها اصحاب كين البلطجي يا معلم كانوا شايفين كل حاجه بتحصل. لحظتها قام جوسن وجين علشان يجيبوا اكل. فجاه كين ورجالته يا معلم بدا يغتتوا ويرخموا عليهم، وجين عشان ينقذ الموقف يا معلم بيقول لهم ان بوني جايه معاه. فكين وقتها دمه بيفور، فبيتحدوا بعض هما الاتنين في سباق الموت. وبالفعل هما الاتنين بيجروا بالعربيات وش في وش يا معلم، واللي يحدف منهم الاول يبقى عيل سيس، والعربيات بتطير ومحدش منهم عاوز يرجع. وفي اخر لحظه يا معلم هما الاتنين بيحدفوا ويتخبطوا ببعض جامد، وساعتها كين نزل من عربيته شايط واتخانق في جين وفرتك وشه. لكن اول ما سرينه البوليس بتضرب يا معلم الكل خلع في لمحه بصر، وما فضلش غير ابطالنا يا معلم اللي عربيتهم حلفت ما هي دايره. بعد كده ابو جين لما شاف منظر العربيه بدا يتعصب جدا ودمه بيغلي، عشان كده عطاله بوكس في وشه قدام بوني ومادلين وجوسن. تاني يوم جوسن بيقابل بوني في المدرسه وهي قلقانه جدا وبتموت من الخوف على جين، فراح عنده البيت ما لقاهوش، عشان كده قرر يروح له بالليل وبدا يحدف طوب على شباكه. وجين في الاول يا معلم بيطرده، بس جوسن بينط له من على السور ونجح ان هو يدخل عنده وفتح قلبه وعرفه ان دي اول مره ابوه يمد ايده عليه، وبدا يرمي اللوم على جوسن اللي مش عارف يثبت نفسه ولا ياخد حق بوني. بس في الاخر يا معلم بيتصالحوا هما الاتنين وبيضربوا ويسكي مع بعض. بعد كده هما الاتنين خدوا الموتوسيكل وبدأوا يلفوا في البلد وهم طينه خالص. ومن حظهم الوحش يا معلم البوليس وقفهم، لكن الضابط لما شافهم صعبت عليه حالتهم عشان كده مشاهم. وجين بعد كده بيحكي لصاحبه عن والده اللي مش راضي يفهمه من ساعة ما والدته ماتت، وان هو دايما عصب عليه وما يعرفش يعمل حاجة غير تزعيق معاه. ودلوقتي يا معلم مد ايد وهم راجعين عينهم بتلمح محل اهل كيني. وتاني يوم جوسن بيلاقي البلد مقلوبة قدام محل لبس كيني، والكل بيتفرج على الفضيحة اللي حصلت هناك يا معلم. وجين بيقابل الحلوة بوني في المدرسة وبتعرفه انها كانت هتموت من القلق عليه، وساعتها بدأ يحس باهتمامها عشان كده عزمها على سهرة، والحلوة بوني بتوافق وكمان بتبوسه يا معلم بوسة كلها شوق. ومادلين بتشوفهم والغيرة بدأت تاكل قلبها لأن عينها من جين هي كمان. بعد المدرسة يا معلم جوسن بيقابل جين وكان موجود في الورشة بيحاول يلم اللي اتكسر من عربية أبوه. وقتها بيلمح الحلوة بوني وهي بتبوس جين بوسة يا معلم حرقة جدا، وطبعا جوسن بيفرح لصاحبه جين لأنه انتصر على الحلوة بوني. بس لما بيسأل جين عن الحلوة مادلين قرر ينفض للموضوع وبيقول له نفسه أنا كده كده مسافر الكلية وهي مش شايفاني. لكن جين يا معلم وقتها بيستفزه وبيعرفه إن هو عيل خايب، فجوسن دمه بيغلي وقرر إن هو يثبت إن هو ذكر، عشان كده كلم مادلين وعزمها. والمفاجأة يا صاحبي إنها بتوافق. بعد كده بيرجع لجين وهو طاير من الفرحة، وقتها جين بيوصيه وصية الأستاذ وشرح له إزاي يتعامل ويتميز ويبدأ. وبالفعل خرج معاها يا معلم وبيدوق معاها طعم أول بوسة. وفي يوم من الأيام بيخرجوا الأربعة يركبوا خيل، وجين وبوني بيلاحظوا يا معلم إن جوسن والحلوة مادلين فص ملح ودابه. أتاري جوسن يا معلم سحبها جوه العربية وهرموناته كانت ضاربة في العالي، والشيطان يا صاحبي مسيطر عليه. والبنت جميلة زي الفرسة قدامه اللي عاوزة خيال وواحد يدلعها ويروق عليها. وقتها الولد جوسن يا معلم بيحاول يقلعها لبسها بجراءة عشان يوصل للي هو عاوزه، بس وقتها مادلين كانت ممانعة وبتعرفه ان المكان مش مناسب وما يصحش تعمل كده في العربية. لحظتها يا معلم جين وبوني بيفتحوا باب العربية فبيقعوا هما الاتنين على الارض واللبس يا معلم في ايديهم، والحلوة مادلين كانت زعلانة جدا. بعدها بيروحوا البيت يا معلم وبدأت تلوم على تصرفاته، بس وقتها بتدي الإشارة الخضراء وبتعرفه إن أهلها خلاص مسافرين وهتكون وحدها في البيت. وساعتها جوسن فرح جدا وبيفهم إن اللعب بدأ بجد. وبعد كام يوم يا معلم جرس بيتها بيرن وبيلاقيها بتعزمه عندها، علشان كده بيشيك نفسه وبيستعد يدخل عالم الكبار ويجرب اللذة اللي بيحلم بيها طول عمره. بعد شوية يا معلم الحلوة مادلين سحبت جوسن على الأوضة بتاعتها وبتعرفه إن النار بتاعتها قايدة من ساعة مشهد العربية ومش قادرة تصبر لحظة واحدة، عشان كده بتبدأ تفك زراير الهدوم بتاعتها بكل شوق وحنان. وهناك يا معلم عينك ما تشوف غير النور. حصل اللي حصل بينهم والولد ظبطها وروق عليها وطفى النار بتاعتها وعاشوا مع بعض ليلة ولا ألف ليلة كلها شوق وحب وحنان ورومانسية من نوع تاني. لكن فجأة يا معلم بيسمعوا صوت عربية أمها نسيت الدواء بتاعها وابوه راجع ياخده. وقتها جوسن اتوتر جدا ولم هدومه بسرعة ونط من الشباك في ثانية وبيرمي كلمة وداع لأمها اللي شافته في الضلمة.
في المشهد اللي بعد كده يا معلم، جين بيروح يقابل الحلوة بوني وكان معاه وردة، بس بيتصدم وقتها بكين موجود هناك واهلها بيرحبوا بيه جدا، علشان كده اتعصب جدا ورمى الوردة بتاعته ومشي. تاني يوم في المدرسة بيكفش مع بوني بغيرته العامية، وبوني بتحاول تفهمه ان اهلها هم اللي عزموه، لكن هو بيفضل شايط مش متقبل ان كين لسه بيلف حواليها. وبالليل يا معلم جوسن بيحكي لجين ان مادلين هي اللي عزمته، لكن وقتها بيبدا يحس ان الموضوع عنده ما بقاش مبهر زي الاول. فجاه ومره واحده كين والشله بتاعته بيقفوا جنبهم وبدا يستفزوا فيهم بكلام عن الليله الحمراء اللي كيني قضاها مع بوني. راح جين اتعصب جدا ودلق العصير في وشه، وقتها قامت خناقه شوارع وجين وجوسن بياخدوا علقه موت. علشان كده صاحب الكافيتيريا يا معلم ضرب طلقه خرطوش في الجو والكل بسرعه بيخلع. في المشهد اللي بعد كده يا معلم جين بيرجع مكسور وابوه طرده من البيت ورفض ان هو يسمعه، وبعد كده الواد بيختفي يا معلم، وكين بيستغل الفرصه ويبدا يضايق بوني اكتر. وبنشوف جوسن وهو قاعد في المطعم ومادلين بتروح عنده وتعرفه، وبكل برود بتقول له ان واحد من اصحاب كيني عزمها تخرج معاه وكمان عزمها على حفله التخرج. وقتها بيفوق من اللي هو فيه وبيكتشف ان هي مش البنت اللي تستاهله، علشان كده بيديها الزيتونه يا معلم وبيطردها من حياته لانه مش عاوز يبقى عيل سيز. وفي يوم حفلة التخرج يا معلم جوسن كان قاعد زهقان في الكافيتيريا، وفجأة مرة واحدة بيسهر جين، وبنعرف ان هو كان نفسه يودع بوني لآخر مرة، وبالفعل بيروح المدرسة ويشوفها، لكن وقتها شافها وهي بترقص مع كيني والاتنين يا معلم لازقين في بعض. وقتها جين ما استحملش والغيرة بدأت تاكل قلبه، علشان كده قرر ان هو يمشي، لكن وقتها الحلوة بوني بتلمحه وبتجري وراه لكن ما وصلتش ليه. وخلال قعدتهم على البحر يا معلم جين بيحترف ان هو مسافر بكرة وندمان جدا ان هو مصلحش حال بوني، وجوسن كمان بيندم على وقته اللي راح مع مادلين وحلف ان هو مش هيبص لواحده تانية. بعد كده جين بينام وجوسن خد الموتوسيكل بتاعه وبيطير يجيب بوني من وسط الحفله ووداها لاعز اصحابه. وبعد مشاعر حب والعه بينهم يا معلم بيقرروا يهربوا مع بعض هما الاتنين، والحلوه بوني بتطلب من جوسن يبلغ اهلها، وبالفعل يا معلم بيعرف والدها. وبعدها راح الكافيتيريا قابل كيني اللي بدا يهدده بقتل صاحبه جين. ولحظتها يا معلم جوسن دمه بيغلي وركب العربيه بتاعته وداس بنزين ولبس في عربية كين بكل قوته ولف ودخل فيها مرة تانية لحد ما فرتكها. وقتها كين البلطجي حاول يهرب لكن جوسن بيحاصره وبيلبسه مرة تانية ويغرق المنطقة مية. وفي الاخر يا معلم جوسن بيروح للحلوه روزانا المزه اللي شغاله في المطعم وعزمها عشان تسهر معاه، وهو مسيطر جدا وواثق من نفسه. وبكده يا معلم يكون خلص فيلمنا. لو عجبك الملخص يا ريت تدوس لايك وشير، واشوفك على خير.